عدنا لكم من جديد. سنتكلم هذا اليوم عن قوة الإيحاء. ماذا تعرف عن قوة الإيحاء؟ الكثير من الناس دائما تكون الثقة في النفس عائق كبير في طريق تحقيق أحلامهم وأهدافهم. للإيحاء دور كبير جدا في تشكيل حياتنا اليومية وقوة أهدافنا. فكلما أوحيت لنفسك بإيحاءات إيجابية، كلما زادت طاقتك الإيجابية، كلما سموت بأهدافك أكثر، كلما ارتقيت بروحك. سأذكر حادثتين أو حادثة واحدة عن قوة الإيحاء. في المستشفيات هناك علاج يسمى أو يدعى البلاسيبو. هذا العلاج يستخدم لعلاج المرضى أو مراجعين المستشفيات، بحيث يعطى المريض أو المراجع كورس علاجي من 3 أسابيع أو يصل إلى 3 أشهر، وبعد هذه المدة يرجع لهم ويقول لهم بأني تحسنت بنسبة كبيرة جدا. بينما هذا العلاج ما هو إلا مجرد حبوب صغيرة لا تحتوي على أي مواد كيميائية، فقط هو إيحاء للشخص بأنه في كورس علاجي. في أحد التجارب قام أحد العلماء باستدعاء أحد المحكومين بالإعدام وطبق عليه هذه النظرية. قال له أنك محكوم بالإعدام لا محالة، الفرق أننا سنقوم بإعدامك بطريقتنا. وما هي الطريقة؟ قالوا له أننا سنصفي دمك حتى آخر قطرة منه. فأغمضوا عينيه، وضعوا قطعة من القماش على عينيه، وباشروا في عملية الإعدام الوهمي، بحيث غرزوا الإبرة في يده وجعلوا الماء البارد ينساب على يديه، موحين له بأنهم بدأوا في هذه العملية. وبالطبع هو لا يعرف ماذا يجري. بعد 5 دقائق بدأ بالتعرق، 10 دقائق بدأ لون جلده بالتغير، ربع ساعة، 20 دقيقة، بعد 22 دقيقة تقريبا فارق الحياة، مع أنهم لم يفعلوا له شيء سوى الإيحاء. هو أقنع نفسه بأنه يموت، وفعلا مات. لذا راقبوا أفكاركم، لأنها ستشكل وستحدد طبيعة يومكم. وكونوا على حذر من أن تتحول هذه الأفكار إلى عادات وسلوكيات مستقبلية. هنا أنهي فقرة هذا اليوم، وترقبونا بإذن الله في مقاطع قادمة. كان معكم المدرب البحريني فاضل الجمري. كونوا بخير.